فيديو اديتورز عمالين يضيعوا وقتهم بسرعه انت مش مستوعبها في 2025. وحاليا اي فيديو اديتور بقى بيشتغل بنفس الافكار وكلهم بيعملوها بنفس الطريقه، وبالشكل ده الوظيفه هتموت. ولكنها مش هتحصل معايا. في اللحظه دي اول ما بتبدا بيبقى ليك حدود ازاي تعمل تحليل للفيديوهات، ازاي تعمل ديزاين للايديت، وازاي توصل العميل ان هو يموت ويشتغل معاك وتخلي الناس كلها تتكلم عنك. وعلشان كده انت محتاج حاجتين: افتر افكت وانك تتعب على نفسك. وبالذات ان انا جاي لك النهارده في فيديو هشرح لك في ستايل بدا ينتشر على الانستجرام، وعايزك في الفيديو ده تحط تركيزك كله معايا. ما تنسوش اللايك ويلا بينا نبدا. الاول هيظهر لك ناحيه اليمين هنا المشهد النهائي ليه، وانا هبدا اطبقه قدامك بحيث ان انت تبقى متابع معايا من اوله لاخره. وطبعا في البدايه هنعمل الكومبوزيشن. هو كان معتاد 1920 في 1080 و60 فريم، ويستحسن ليك ان انت تخلي المده مثلا في حدود 30 ثانيه عشان تاخد راحتك فيه، وهتدوس اوكي. بعد كده في البدايه هنعمل باك جراوند، من خلالها هندوس نيو. بعد كده هنختار سوليد ومش مهم اللون، تدوس اوكي. بعد كده هنيجي عند بلاك سوليد، بعد كده هنزود له حاجه اسمها جراديانت رام. بعد كده هنخلي الرام راديال. بعد كده هنيجي عند النقطه السوداء اللي هي دي وهنكتب هنا 540، ولما ندوس انتر هتبقى هنا متسنتره في النص. بعد كده هنعمل زوم لبره شويه من خلال انت تدوس الت سكرول لورا، وتيجي هنا عند النقطه الثانيه وترجعها لورا بالمنظر ده. بعد كده هتيجي عند اللون الاسود تخليه مايل للاوف وايت كده بالمنظر ده وتدوس اوكي. بعد كده هنبدا باول تصميم. هندوس حرف الكيو ونجيب الريكتانجل تول ونعمل هنا مربع. هنسنتر انكر بوينت ونسنترها في مكانها، كنترول الت هوم وكنترول هوم. بعد كده هنيجي عند الريكتانجل باس ونعلي الراوندنس حاجه بسيطه. بعد كده هنيجي عند الستروك ونشيله نخليه مثلا صفر. بعد كده هنضيف عليه جراديانت رام. بعد كده هتيجي تظبط النقط بتاعه الاسود والابيض ونبدا بقى نغير في الوانهم. الابيض هنخليه مثلا الازرق، بعد كده الاسود نخليه ابيض. بعد كده هنبدا نظبطه لحد بيبقى معانا بالشكل ده. وطبعا في مشكله دلوقتي هتبدا تواجهنا، ان احنا لو جينا نحرك الريكتانجل بالمنظر ده اللون بتاعه هيتغير. فانا حليت الطريقه باختصار بسيط عشان ما نخشش في موال تاني. هتيجي عند الستارت والاند وتعمل لهم كنترول وتفتح الستوب واتش بتاعه. بعد كده في كود هيبقى سايبه لك في الديسكربشن تحطه مكانهم هنا. هتعلم هنا وتعمل له بيست بالشكل ده. بعد كده هتعمل الثانيه بيست، طبعا هيرجع لك باللون الابيض تاني، فانت هتبدا من اول تظبط اماكنهم. وكده انت هتكون حليت المشكله بتاعتك. مهما تكون حركتها اللون هيفضل زي ما هو. بعد كده هندوس كنترول دي عشان تعمل له دوبليكيت وتوقفها هنا جنبها. بعد كده هتنزل على الكونتنت والريكتانجل باس وهتشيل اللينك بتاع السايز وتخليها قريبه من شكل الدايره وتعلي الراوندنس. انت هتفضل لحد الاخر تنظم شغلك، فانت مجبر ان انت تقعد تعيد تسميته من اول تاني. دي هنسميها مثلا شيب عادي كده، والتانيه هنسميها سيركل. وبعد كده هنبدا بقى ايه نظبط الريكتانجل الاولانيه دي. هنجيب التكست من هنا او انك تدوس كنترول تي. بعد كده هتكتب هنا يور اب وتسنتر انكر بوينت. وبعد كده انت ممكن تيجي هنا وتكبرها شويه. بعد كده هتبدا بقى ترتب تاني، نخلص كل شكل لوحده للاخر ونروح للتاني. هتيجي عند التكست ده وتربطه بالشيب. بعد كده هتفتح التكست وتدوس هنا على الانيميت وتختار بوزيشن، وتختار هنا على الاد، تروح بروبرتي وتختار اوباسيتي. طبعا بوزيشن هتنزله لتحت هنا شويه وتخلي الاوباسيتي على الصفر. بعد كده هتخش هنا على الرينج وهتعمل كي فريم للاوفست، هيبدا من سالب 100 لحد 100، بيطلع قدام شويه وتخلي 100. بعد كده هتخش على الادفانس وهتخلي بدل ما هو بيحرك كل واحده بالحرف بتاعتها بس هنخلي يحرك الكلمه كلها. بعد كده هنختار هيحركها ازاي، بدل تبقى سكوير هتبقى رامب اب، وفي الاخر هيطلع معاك بالمنظر ده. وطبعا عشان يبقى منظره احسن انت ممكن تيجي هنا عند الايز جلو وتخليه مثلا 50 وتخلي الكي فريم قريب من بعض عشان يبقى اسرع، وده يبقى الشكل النهائي ليه. طيب بعد ما خلصنا بقى ايه التكست والريكتانجل الاولانيه هنخش بقى على الدايره الثانيه. هتيجي هنا بالبين تول. بعد كده هنرسم هنا حرف الزائد. بعد كده هنخلي اللون بتاعه ابيض ونعلي الستروك شويه. بعد كده انت هتيجي هنا عند الكونتنت والشيب وهتنزل عند الستروك وهتخلي اللاين كاب والجوين الاتنين معملين راوند. ولو انت مش فاهم ايه اللي حصل هنا، انت خليت بالظبط الستروك مدور من فوق ومن تحت. بعد كده هتيجي عند الشيب ده وهتسميه لاين واحد. هتيجي هنا تعمل له دوبليكيت وهتدوس ار عشان تفتح الروتيشن وهتلفه بزاويه 90 بالمنظر ده. بعد كده هتعلم عليهم هما الاتنين وتزود عليهم 45 درجه ويبقى بالشكل ده. بعد كده هتربط لاين 1 و2 بالسيركل وترجع بقى ايه تنظم الدنيا عندك. طبعا احنا ممكن نطلعهم فوق هنا عشان لسه فيها يبقى في شغل تاني تحت. بعد كده هنا هنيجي عند الشيب ونحط له دروب شادو، هنعلي الديستنس حاجه بسيطه ونعلي بقى ايه السوفتنس، وهناخد الدروب شادو كوبي ونحطه للسيركل بيست بالمنظر ده. بعد كده هنيجي تاني عند البين تول ونرسم بقى ايه خط تحت وندوس شيفت عشان يطلع معانا مستقيم بالمنظر ده. بعد كده احنا ممكن نخلي لونه قريب من الرمادي كده شويه
شويه وندوس اوكي. وما تنساش برضو سنتر انكر بوينت، وهنيجي هنا ونسميه مثلا المين لاين، وهنغير اللون بتاعه عشان يبقى مختلف عن الباقي. بعد كده هنرجع بقى لللاين الاولانيه والثانيه، نفتح الروتيشن ونعمل بقى الانيميشن بتاعها. هنخليها تلف مثلا مرتين حوالين نفسها، نعمل هنا كي فريم ونطلع هنا قدام شويه مثلا ثانيتين. بعد كده هنيجي هنا وندوس 2، معنى كده ان هي هتلف حوالين نفسها مرتين، وندوس على الثانيه برضو. بعد كده هتيجي عند الكي فريم الاثنين تدوس F9 عشان تعمل ايز. بعد كده هتخش على الجراف اديتور تعلم عليه وترجعه لورا. بعد كده هنيجي عند الشيب والسيركل ونفتح البوزيشن بتاعهم، وكل واحده هتتحرك لوحدها في طريقه مختلفه. هنعمل الاثنين كي فريم، وبعد كده هنطلع قدام حاجه بسيطه، والشيب هتتحرك شمال شويه والسيركل هتتحرك حبه يمين. وتيجي عند الكي فريم ده وتدوس شيفت وتعلم على الكي فريم الثانيه، تعمل لهم ايز وتخش على الجراف اديتور وترجعه لورا. احنا ممكن نعدي على اللاين بس حاجه بسيطه عشان هو باين عليه ان هو طويل. هنيجي عند البين تول نعلم عليه وندوس شيفت ونقصره شويه، وكده شكله بقى مظبوط شويه. بعد كده هنرفعه حاجه بسيطه، وكده شكله بقى احسن عن الاول. بعد كده هنخش على المشهد اللي بعده، وعلشان نعمله بسرعه محتاجين نيجي عند الريكتانجل تول. بعد كده هنرسم هنا مربع بالشكل ده. بعد كده هتسنتر انكر بوينت بتاعه، هتيجي هنا عند الريكتانجل وتشيل الستروك، وتيجي عند الفيل تغير لونه اللون الاخضر بس يبقى فاتح شويه. بعد كده هتدوس حرف التي عشان تقلل الاوباسيتي حاجه بسيطه. بعد كده هترسم ريكتانجل تاني بس انت هتفضل داس شيفت. بعد كده هتسنتر انكر بوينت، وبعد كده هتيجي عند الفيل وتخلي لونه ابيض وتدوس اوكي. بعد كده هتيجي عند الستروك وتعليه حاجه بسيطه بالمنظر ده. هتيجي عند الريكتانجل، بعد كده ريكتانجل باس، وتيجي عند الراوندنس وتعليه حاجه بسيطه. بعد كده هنرجع تاني للبروجكت ونبدا نحط اللوجو. مثلا نحط اللوجو بتاع الماسنجر ونصغره بالشكل ده، ونخلي انت تفضل تداس شيفت. وبعد كده تحاول تسنتره جوه البوكس بتاعه. بعد كده هنجيب تكست كنترول تي، بعد كده نكتب جنرال شات. بعد كده هنسنتر انكر بوينت، ممكن تصغره حاجه بسيطه وتوقفه جنبه بالمنظر ده. بعد كده تيجي عند الفيل، بعد كده تغير لونه للون الرمادي وتدوس اوكي. بعد كده انت شايف بقى الشكل ده، هتكرره في الاخر على 3 مرات، وفي كل مره يبقى ليه طبعا اسم مختلف ولوجو مختلف، وكل حاجه هتتساب لك في لينك في الديسكريبشن. طبعا ما تنساش ان انت لازم تسمي كل حاجه باسمها الخاص بتاعها عشان ما تتوهش. ولكن هنسمي دوت باسم بار، وده هنسميه ميني بوكس مثلا. وبعد كده عشان اختصر عليكم الوقت هكمل الباقي وارجع لكم تاني. بعد كده بعد ما خلصناه انا عندي فكره هتختصر عليك وقت شغل طويل في الانيميشن. انت طبعا بالنسبه للوجو والتكست والميني بوكس اللي احنا سميناهم، هتيجي عندهم هم الثلاثه وتعمل له لينك للبار الاساسي بتاعه، وهتعمل الباقي بنفس المنظر ده، اللوجو والاسم والميني مع البار، وهنغير لون كل بار للون مميز ليهم. مثلا نخليه اللون ده. بعد كده الخطوه اللي بعدها ان انت هتيجي عند البوزيشن بتاعهم كلهم وهتعمل كي فريم، هتوديه هنا قدام شويه. بعد كده هتنزلهم كلهم لتحت بالشكل ده. بعد كده هتيجي تعلم عليهم كلهم، تعمل لهم ايز. بعد كده تيجي عند جراف اديتور وترجعهم لورا. بعد كده انت هتيجي عند كل مجموعه وتاخرها شويه على اللي قبلها، بمعنى هتيجي هنا عند المجموعه الثانيه تطلعها قدام شويه، المجموعه الثالثه تطلعها قدام اكتر، والرابعه بنفس الكلام. طبعا انت ممكن تظبطها بقى مع نفسك شويه، ان انت بقى تقربهم من بعض، تخلي الزمن بتاعهم اقل شويه، ويطلع معاك بقى بالمنظر الاخير ده. بعد كده هننقل على المشهد اللي بعده، هو ان احنا بعد البارات دي كلها طلعت هنبدا نعلم عليهم كلهم ونحطهم في كومبوزيشن لوحدهم، وندوس كنترول شيفت سي. هنعلم على تاني واحده ونسميها بار انيميشن، وهتدوس اوكي. بعد كده انت هتخش هنا جوه الكومبوزيشن، هتعمل بالظبط انيميشن واحد وهو هيتطبق عليهم كلهم. هتعلم على ال4 بارات وهتيجي هنا عند البوزيشن بالظبط، هتبدا هنا تعمل كي فريم. بعد كده تطلع قدام شويه تطلعهم كلهم بقى لفوق. بعد كده الخطوه اللي بعدها اللي احنا هنعمل ماسك للبار انيميشن. طبعا هتيجي عند الكومبوزيشن وهتدوس كيو وهتقرب شويه كده بالظبط. بعد كده تبدا تعمل الماسك بتاعك. طبعا انت هتيجي عند الماسك هتدوس كنترول تي عشان يبقى ليك التحكم الكامل بيه. بعد كده تقرب شويه تخليه قريب من البار الاساسي، على اساس ان هو هيبان ان هو نازل من تحته. وهتيجي هنا عند الماسك وتعمل له انفيرتد، وفي اللحظه بتاعت لما كلهم يطلعوا فوق هنبدا بقى نغير شكل الباك جراوند. هنيجي هنا عند السوليد ونروح عند الافكت كنترول، وهنعمل كي فريم على اللونين بتوعهم. بعد كده تدوس حرف اليو عشان يظهر لك تحت، وهتطلع قدام شويه وتبدا تغير اللون بتاعه. مثلا اللون اللي في النص هنخليه بني، نغمقه اكتر كده، دوس اوكي. واللون الابيض نخليه اسود بس مش اسود خالص، وندوس اوكي. بعد كده احنا ممكن نظبط الكي فريم بالشكل ده وهيطلع معاك الشكل النهائي بتاعه ده. بعد كده ممكن نعمل تعديل بسيط جوه الكومبوزيشن اللي هو البار انيميشن، ان هنخليها زي ما طلعت زي ما هترجع تاني. وهو ببساطه اللي احنا هنقدم كل كي فريم قدام شويه، وفي الاخر هيطلع معاك بالشكل ده.
طبعا بعد كده هنيجي عند الشيب هنعمل له هنا كي فريم للبوزيشن، وبعد كده هنحركه ناحيه الشمال. بعد كده نفس الكلام نفتح البوزيشن على السيركل، هنعمل هنا كي فريم نطلع قدام بالمنظر ده ويتحرك ناحيه الشمال شويه. بعد كده هنفتح السكيل عنده من خلال ان انت تدوس حرف الاس. بعد كده هتعمل هنا كي فريم وكي فريم هنا تانية تصغرها شويه. بعد كده انت ممكن بقى ايه تعمل ايز على السكيل، تفتح الجراف وترجعه لورا. بعد كده انت ممكن تيجي تاني عند اللاين الاولى والتانية، تيجي عند الروتيشن وتخليها تلف بقى ايه لفه كمان، تعمل لهم هما الاتنين كي فريم، وتيجي في الاخر تلف انت كل واحده لوحدها عشان ما يعملش معاك مشاكل. نخلي هنا بدل من 2 تبقى 3 وهنا 3. بعد كده انت ممكن تيجي عند الكي فريم دول وتطلعهم قدام حاجه بسيطه، تعمل لهم ايز تخش على الجراف اديتور وترجعهم لورا. وبعد كده هنبدا في الانيميشن اللي بعد. طبعا ممكن نبدا الاول بالتكست اللي فوق، ندوس كنترول تي. بعد كده نكتب هنا what do you want to create. وبعد كده ممكن نعلم عليه نغير الفيل للون الابيض، ندوس اوكي. بعد كده ممكن نصغر شويه الخط ونسنتر انكر بوينت وننزله تحت هنا جنبه. طبعا احنا ممكن نظبط شويه الاماكن، نعلم على التكست بالسيركل، نيجي عند الكي فريم عشان ما يعملش عليه لخبطه وتغير مكانها شويه بالمنظر ده. بعد كده في اللحظه اللي هي بعد ما تكون الدايره عدت التكست هيبدا الانيميشن بتاعها. بعد كده هنيجي عند التكست نختار هنا انيميت، بعد كده نختار بوزيشن، بعد كده نخش على الاد بروبرتي ونفس الكلام نختار وبس. هنطلع التكست كده فوق شويه، بعد كده نخلي الاوباسيتي على الصفر. هنخش على الرينج وطبعا هنعمل هنا كي فريم على الاوفست هنخليه -100 ونطلع قدام نخليه 100. بعد كده نخش على الادفانسد نخلي البيزد اون بوردز. بعد كده هنيجي عند الشيب ونخليه رامب اب، وبعد كده هنيجي عند الايز لو ونخليه عند 50. بعد كده بعد ما خلصنا التكست هنخش على الشيب اللي بعده، هنيجي هنا نعمل شيب يبقى بالشكل ده ونسنتر انكر بوينت ونسنترها في مكانها. بعد كده احنا ممكن نطلعها فوق شويه ونغير الفيل بتاعه هنخليه للماضي برضه وندوس اوكي. بعد كده هنعلي حاجه بسيطه الستروك ونخلي لونه ابيض، او ممكن نرفعه برضه شويه. بعد كده هنيجي عند التكست وهنكتب هنا ستارت ناو. بعد كده هنسنتر انكر بوينت ونكبر حجم الخط شويه ويطلع معانا بالشكل ده. بعد كده هنجيب الريكتانجل ونرسم واحده فوقيهم. بعد كده هنجيب التكست والشيب الاولاني نعمل لهم تراك ميت على الشيب التاني. بعد كده هنيجي عند الشيب التاني ونظبطه شويه بحيث ان هي تكون طالعه من تحت الخط بالشكل ده. بعد كده هنيجي عند التكست ونربطه بالشيب الاولاني. نيجي عند الشيب الاولاني نفتح البوزيشن، واول ما تطلع البلاط القديمه ينزل الشيب التاني دوت عليهم. هنعمل هنا كي فريم نطلعها قدام شويه، بعد كده نطلعها فوق بالمنظر ده. هنعلم على الكي فريم نعمل ايز ونسحبها بالشكل ده. بعد كده طبعا انت ممكن تيجي عند التكست ده وتضيف له هنا ديب جلو وتدوس هنا على الريكوايرد فور تكست وتعلي شويه الراديوس وتقلل الاكسبوجر. بعد كده انت هتضطر تعلم على التلاته دول وتعمل لهم نيو كومبوزيشن وتدوس اوكي. بعد كده بعد ما اخدت الافكت بتاع ديب جلو في الاول تاخده بكنترول سي وتضيفه على كومبوزيشن تاني كنترول في، وبعد كده هتنزل تحت هتروح عند المين لاين وهتطلعها فوق خالص بالشكل ده. وبعد كده بعد ما خلصنا الانيميشن هنخش بعد كده على الكاميرا كنترول. اول حاجه هنخليهم كلهم 3D. بعد كده هنيجي عند النيو وبعد كده هنختار كاميرا وديت الاعدادات بتاعتها وندوس اوكي. بعد كده هنيجي تاني عند النيو ونجيب نول اوبجكت ونغير اسمها لكام واحد نخليها 3D، ونجيب الكاميرا والنول اوبجكت نغيرهم بلون موحد مثلا اكوا. بعد كده هنربط الكاميرا بالنول اوبجكت اللي اسمها كام واحد. بعد كده هنبدا باللمسات الاخيره. طبعا في البدايه هتلاحظ ان الجرادينت ما عادش زي الاول، وده بسبب ان النقطه بتاعت الجرادينت ثابته بشكل تام، وعلشان تحلها انت ممكن تيجي عند الجرادينت بالمنظر ده وتظبطها بنفسك، وتيجي عند السيركل ونفس الكلام. بعد كده هتعمل كي فريم على البوزيشن وتطلعها لقدام. بعد كده هتعمل زوم وناحيه الشمال وتخليها رايحه ناحيه الشيب الاولاني. تعمل الاثنين ايز تيجي عند الجراف اديتور وترجعها لورا. بعد كده هتعمل دوبليكيت للكام واحد وتربط واحد باثنين وتفتح الكي فريم وتمسح القديم. بعد كده هتعمل هنا كي فريم وتطلع لقدام شويه وترجع بقى ايه لورا وتنزل تحت. تعمل عليهم ايز وتخش الجراف اديتور وترجعها لورا. بعد كده هتعمل دوبليكيت تاني للكام اتنين ونفس الكلام هتربط 2 ب3 وتدوس حرف اليو عشان تمسح القديم. بعد كده هتعمل كي فريم جديده وتطلع هنا قدام شويه وتعمل زوم لقدام وتطلع لفوق. تعمل ايز وتخش على الجراف اديتور وترجعها لورا. وهنعمل اخر كام نعملها بنفس الطريقه، بس المره دي هننزلها لتحت شويه ونعمل زوم اوت. هتعمل طبعا ايز جراف اديتور وترجعها لورا. طبعا بعد ما خلصنا اسيبكم تشوفوا النتيجه الجامده دي.
وبما انك وصلت هنا فانا اكد لك انك وصلت لمستوى 70% من الاديتورز. ولو انت عايز تعرف عني اكتر وعايز تشوف الافكار من قبل ما تنزل على اليوتيوب، عندك صفحتي على اكس بنزل عليها كل يوم افكار جديده، ومن الافكار اللي انا بنزلها بختار منهم فكره بتكون عنوان لفيديو اليوتيوب. واعتقد كده كفايه النهارده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي.